Hello, it's me. I was wondering عليك وين كنت؟ ليش رحت؟ خاف متت؟ الثلاجة في البيت العراقي هي المكان المقدس التي يرتادها ملايين الزوار يوميا ومن مختلف أفراد العائلة، ففيها نضع الموز والسنيكرز ليختفي بعد لحظات على أياد وعناصر مجهولة. يعني الثلاجة العراقية لو بس أدري ليش ما تتأثرين بالثلاجة الأوروبية. يعني ما تقولي لي 24 ساعة افتح شو وقت ما افتح سرقاك محدقة وتبكين. يعني ردت يوم 12 بالليل افتح شو القى بيه شيء كان ماكو، كل شيء اريد اكله يقول لي الملف غير موجود او الملف غير صالح او غير متاح في ثلاجتك. يعني انا من كنت صغير كنت احلم اصير طويل واكبر، مو حتى اصير استاذ او معلم او مدرس او دكتور او اعلامي، لا، كنت احلم بس حتى اصير طويل، حتى من افتح الثلاجة مالت اهلي اشوف ايش خاليني باخر رف بالثلاجة. تالي كبرت وطولت وشفت طلعوا ضامين علبة مال زنود الست بها قطعتين من قد مقدمات ومنتهيات صارت زنود الحج مو زنود الست، وياهن 30 شريط باراسيتول فارغات، وياهن شيشه مال الدواء قحه بها ربع. يعني بس اريد اعرف هي ثلاجه لو فرع من المستشفى اليرموك، بس تعال قولوا لي. يعني انا خايف من قد الدول بثلاجتنا، خايف لا يوم القى اهلي فاتحين صارت عمليات بالثلاجه. يعني انا اروح جوعان للثلاجه افتحها القيها مليانه دواء، يعني ايش اكل؟ لثه مال امبسلين، لو عصير مال بنادول، ايش اكل؟ وبعدين قضية كلش خطرة وكلش مهمة، وإذا بقت المجتمع العراقي راح ينهار، وضروري الحكومة العراقية تشوف حل لها وإلا العراق راح ينتهي. يا أخوان قضية بوق العصير من الثلاجات، يعني احنا مستغربين المسؤول عندنا ليش يصير حرامي؟ طبعا يصير حرامي، إذا هو بشبابه مليار نستل وسنيكرز بايقي من الثلاجة، طبعا يصير حرامي. يعني القوطية مالت البيبسي مالتي وخالها بالثلاجة، تجي تبوقها ليش؟ يعني أنت ما تخاف على مستقبل قوطيتك؟ ما تدري هاي الدنيا دوارة وباتصير تدور وأبوق قوطيتك أنت وهمنا أشربها، يعني شلون شو اسوي لها ما تبوق قوطيتي؟ شو اسوي القوطيه؟ اخلي لها باسورد؟ لو اربطها بحساب الجيميل لو شلون؟ والله انت يا اهل النوب اذا خليت تجيب الثلاجه ولقيته ماكو، والله الا اكل واحد من افراد العائله مكانها. وبهذا نناشد وزاره الداخليه في العراق بنشر جنديين من قوات الرد السريع بجانب كل ثلاجه عراقيه حفاظا على الممتلكات العامه. من امام ثلاجتنا كان معكم مختار طالب لقناه لا وجود لها اصلا.